وداع الموسيقار الإنسان هاني شنودة. النهاردة زي كل يوم طبيعتي بفتح الأخبار عشان أتابع أخباري معتادة وأعمل فيديوهات، ولكن الخبر صدمني وهو خبر حزين ومؤلم: وفاة الموسيقار العظيم الإنسان هاني شنودة. على الموسيقار الكبير فمفيش كلام في الدنيا يوفي حقه أو يعبر عن أعماله التي ستظل خالدة في التاريخ الفني والموسيقى. أجيال ورا أجيال تربت على هذا الإبداع، ولكن النهاردة مش هتكلم عن الفنان هاني شنودة كموسيقار وبس، أنا هتكلم عليه كإنسان عرفته شخصيا منذ ما لا يقل عن 10 سنوات. أول مرة اتقابلت مع الموسيقار هاني شنودة صدفة من حوالي 10 سنوات في وسط القاهرة في أحد الحفلات. من اللحظة دي عرفت مين هو هاني شنودة من جواه، الإنسان الراقي الجميل الطيب لأبعد الحدود. في مرة من المرات كنت جالس بجواره في حفلة، وجه شاب من الموجودين عشان يسلم عليه ويتصور معاه. فمسؤولين عن التنظيم قالوا له ممنوع، مش دلوقتي، بعد الحفلة ممكن تتصور. الشاب زعل جدا وزعل قوي ان هو معرفش يتصور مع الفنان القدير هاني شنودة، ودخل في مود مش حلو. هنا ظهر الانسان العظيم النبيل هاني شنودة، ندى على هذا الشاب بنفسه وقال له تعالى انا اللي عايز اتصور معاك، وقعد جنبه وعيش براحتك، عايز تسألني وتتكلم معايا زي ما انت عايز، انا مبسوط. الشاب جه وقعد معاه وتصور معاه واتكلم براحته مع الموسيقار هاني شنودة. استغربت جدا وسألته بكل بساطة: ايه التواضع الجميل ده يا فنان؟ انت موسيقار كبير والناس كلها خايفة على صحتك والزحمة والصحة. فرد عليا رد وكلمة عمري ما هنساها أبدا، قالها الموسيقار هاني شنودة ولا هنساها أبدا: أنا مش عايز يا محمد أبقى سبب إن حد اتضايق أو زعل مني أو يكون نفسيته مش حلوة بسببي. طالما أنا أقدر أعمل حاجة تبسطه وما عملتهاش يبقى أنا كده مش كويس. أنا عايز أقابل ربنا والناس كلها حباني وفاكرة ليا الخير. الكلمة دي قد إيه كانت سبب في سعادتي أنا من جوايا، وعلمتني إن الإنسان يقدر يعمل أي حاجة في سبيل سعادة الآخرين. مع السلامة أيها العزيز الغالي على قلوبنا جميعا وعلى قلبي أنا شخصيا.